افتح شيئان، فتش على اتفه شيء ممكن تلاقيه على البرنامج. انا هيك عملت، فتشت ودورت على اتفه شيء على البرنامج وطلبتهم. شو جماعة الشيئان احسن مني؟ جبت اغرب واتفه 10 اغراض موجودين على الشيئان. اول غرض اللي هو شوارب، سعرهم بس 1.91 دولار. بس صدقوني قد ايه هذا الغرض تافه. الغرض الثاني اتفه منه. نعم يا عزيزي، مش حابب شواربي فقررت اشتري شوارب. هذا الكيس تقريبا بقلب 12 شارب على زمن جدي وجدك. تاني غرض تافه بس اكيد الثالث اتفه منه. هذا الغرض عبارة عن علبة محبس ب 2.42 دولار. يا ايمن ليش هالقد رخيص؟ علبة مع محبس؟ هذا مش اي محبس، هذا بتقدمه لاي صبية حاسس انه هي ممكن ترفضك. ايه، ما تخلي كرامتك بالارض قدامها. اعطتك رفض؟ اعطيها هذا المحبس. الا سربرايز يا واطي. ثالث غرض اللي هو يمكن من تفاهة الغرض اللي بعده كمان، ما بعرف شو اسمه بس سعره 0.82 دولار، بس انه بينحط لسلك الشاحن. تافه بعرف بس انه كيوت. رابع غرض اللي هو ستيكرز ب 1.5 دولار، قريبا حزين فيهم اللابتوب. اهم شي وجوه البسينات ميمز. خامس غرض مثل ما شايفين هلا عوينات الجقل. حاسس حالي قصة كبيرة. تخيل ب 1.08 دولار صرت جقل. انت يا بخيل شو ناقصك تصير جقل؟ 1.08 دولار. هيدي لازم احطها كلمة اقصف جبهة الدكتور فود على محتوى الانتقاد. والغرض اللي بعده قنبلة بالتفاهة. سادس غرض اللي هو القناع ب 2.4 دولار. محطوط صورة ما بعرف من هو، قبلان تنحط صورته كمان ما بعرف. هسه اخترعوا له هالناس اللي بيعملوا ترند بمصر. حطيت لك سمي بالعصير وبكون لابس قناع والكل سبحان الله ببطل يعرفه. يا اهل مصر هالغرض لإلكم. سابع غرض انتو لازم تحذروا قد ايه سعره، بس اللي قهرني انه على الابليكيشن مبيني مخدة كبيرة بس طلعت بس وصلتني هالقد بس. بعدين كمان بسيني على المخدة. يعني شو قصة شيئان مع البسينات؟ وهلأ الغرض الخطير الشرس القنبلة. أنا عبقري ليكو شو طلبت. تامن غرض ما كان معي مصاري فقلت ليش ما بيشتري مصاري. ذكي أو مش ذكي؟ فأنا اشتريت 10,000 دولار ب 2.45 دولار. ذكي ولا مش ذكي؟ شوية حبة. تاسع غرض تافه بس صدقوني الغرض العاشر أتفه وأتفه. يعني هذا الغرض التاسع بعد مش شايف أتفه من هيك. الهودي بحطوهم بين الصفحات لحتى تعرف انت بأي صفحة صرت، بس انه مهضومين هيك كأنه واحد مطلع ايده على الآن. شكله مهضوم الصراحة وحقهم 1.63 دولار. يلا بلش مخ المشاريع يشتغل عندي. 10 غرض تافه والمفاجأة انه انا طالب 11 غرض تافه. فمن ورا هالغرض بعد في غرض اخ مثل ما شفتوا صرت جريح. 1.09 دولار صرت جريح. مش كنت جرحت حالي ببلاش؟ القليلي كان بين حقيقي وواقعي وببلاش، اوفر على الجيبة. واخر غرض اللي هو ال 11 ما بعرف شو هو الصراحة، وما عم لاقيه على شيئان وما بعرف قد سعره وعلى اساس طلبته. شو هو هذا؟ انتوا قولوا لي شو هو هذا. اي شخص بيحذر شو هو هذا حثبت له التعليقات عندي، وما تنسوا السبسكرايب.